السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة وصفات وتدابير صحية. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم راح ندير لكم وصفة مجربة لعلاج البواسير، كنتوا طلبتوها مني بكثرة في التعليقات، وهذه هي الوصفة. النتيجة تاعها تظهر في مدة تتراوح من 3 إلى 7 أيام، يعني راح تلاحظي الفرق من أول استعمال، راح ترتاحي من البواسير. إذا راح نحتاج المكون الرئيسي اللي هو قشور الرمان، ومن الأحسن تكون قشور رمان مطحونة. والمكون الثاني هو الفازلين، استعملي أي نوعية. وكما قلت لكم قشور الرمان راهي تتباع مطحونه عند بائع الاعشاب، ولا تجيبيها هكذا وتطحنيها في المنزل تاعك. وهذه الوصفه اللي راح نعطيها لكم فيها مرحلتين، يعني المرحله الاولى راح نخدموا الغسول، والمرحله الثانيه نخدموا كريمه ولا مرهم نطبقوه على منطقه البواسير. اذا المرحله الاولى تجيبي 2 لتر من الماء وتحطي فيه قشور الرمان وتحطيه على النار يغلي لمده 10 دقائق حتى يتغير اللون تاعو الى اللون الاصفر. هذاك الماء راح تتوضاي به وتغسلي به منطقة البواسير، يعني كي تدخلوا الحمام أكرمكم الله تغسلوا منطقة البواسير وتنشفوا مليح. يعني تغسلي بالماء تاع الرمان معروف بأنه يساعد على التئام الجروح، ينشف في المنطقة يعني تاع الجروح، وبالتالي راح ينشف لك هذوك البواسير اللي تكون منتفخة. يعني بعد ما تكون منتفخة راح تتقلص وتنشف تماما. إذا نغسلوا به لمدة 7 أيام، وبعد ما تغسلوا به وتنشفوا المنطقة راحين تدهنوها بهذا المرهم فيه قشور الرمان مطحونة مع الفازلين. أنا هنا حضرت كمية صغيرة، وانتي يعني تقدري تحضري كمية كبيرة، وكل ما تنتفخ لك البواسير تحطي هذا المرهم، راح يساعدك بزاف في علاج البواسير. وهذه الوصفة داوموا عليها لمدة 7 أيام، يعني تغسلوا بهذاك الماء تاع قشور الرمان اللي غلينا فيه الرمان، تتوضاو به ومن بعد تنشفوا المنطقة وتدهنوا بهذا المرهم. يعني هذه وصفة مجربة 100%، وراني حطت لكم في القناة عدة وصفات، يعني كتبوا علاج البواسير صفية تظهر لكم الوصفات. يعني ننصحكم أيضا ما تكثروش بزاف من المأكولات السريعة، الساندويتشات والمأكولات الناشفة. من الأحسن تاكلوا حاجة جارية، خاصة كي تكون عليكم البواسير منتفخة، مثلا تاكلي شوربة، تاكلي عدس، تاكلي لاسوب. وما تكثروش الخبز بزاف كي تكون عليكم البواسير، يعني كلي مرسو صغير فقط، لأنه الخبز ناشف وراح يزيد لك يعني في البواسير. وأيضا ابتعدوا على المأكولات الحارة. ننصحكم يعني تشربوا الماء، تاكلوا الخضر، الفواكه، خاصة الخضر الغنية بالألياف كما الفول، التشينا أيضا مليحة للبواسير. المهم تكثروا من السوائل. وهذه هي طريقة علاج البواسير. طبقوا هذا المرهم يعني 3 مرات في اليوم، طبقوه صباحا وبعد الظهر وفي الليل، خاصة في الفترة الليلية، لأنه في الليل راح يعطيك نتيجة بزاف مليحة. ما تنساوهش في الليل ديروه في منطقة البواسير، راح يخدم يعني 7 سوايع يعني تاع النوم راح يخدم لك، وراح ينشف لك كامل البواسير، لأنه قشور الرمان معروفة بأنها تساعد على التئام الجروح، وراح تنشف لك كامل هذيك البواسير المنتفخة وترجعها لوضعها الأصلي. وهذه هي طريقة العلاج، طبقوها البنات. ولا حبيتوا مزيد من الوصفات اشتركوا في القناة، وإلى اللقاء.